الحمد لله الذي يعفو عن الذنب وإن عظمت الذنوب، قابل التوب لمن يتوب، شديد العقاب عند قسوة القلوب. سل عن الله من ذاق حلاوة الأنس بالله، سل آدم لما تاب عليه الإله واصطفاه، سل نوحا من الذي بالطوفان نجاه، سل إبراهيم من الذي برداء الخلة كساه، سل إسماعيل لما فداه، سل أيوب لما شفاه، سل يوسف لما حقق له الإله إله، سل موسى لما أشار إلى الحجر فانفجرت منه المياه، بل سل مريم لما أشارت إلى ابنها فقال إني عبد الله، بل سل الكون كله ستعلم أن الكون كله يوحد الله. وأشهد أن سيدنا محمدا خاتم النبيين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يقول صاحب كتاب مفاتيح الغيب في الجزء الأول: من كان مستعزا فليستعز بالله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استعز بغير الله أذله الله وجعل ذله على يد من استعز به. ثم قال لنا مثل: إن موسى عليه السلام اشتكى وجعا في بطنه فدعا الله سبحانه فدله الله على أن يأكل من شجرة بعينها، فلما أكل منها زال ألمه، ثم عاوده الألم من جديد، فذهب موسى إليها دون أن يسأل الله فزاده الألم على الألم، فقال موسى: إلهي أكلت منها أولا فشفيت، وأكلت منها الآن فزادني الألم. فقال الله: يا موسى لأنك قصدتني أنا وأنا الشافي المعافي، ذهبت أنادي طبيب الخلق ونفسي تنادي طبيب السماء، طبيبين ذاك ليعطي الدواء وهذا ليجعل فيه الشفاء. ما ضل عن وحي الإله وما غوى، حاشا محمد أن ينطق عن الهوى، الصادق الثقة الأمين بما روى، قد نال من رب السماء علوما، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد الذي علم المتعلمين وبعث الأمل في قلوب اليائسين، وعلى أصحابه وأتباعه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. جماعة المسلمين، أعيش مع حضراتكم في هذه الدقائق تحت عنوان الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. وحتى لا ينتهي الوقت فسوف ينتظم الحديث في النقاط التالية: أولا معنى الأدب لغة وشرعا، ثانيا أقسام الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثالثا عقوبة من تهاون الأدب مع النبي. والله الذي جمعنا
الأعشى هذا الشاعر الجاهلي نال السمعة ونال الصيت ونال الشهرة ونال المال، وسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة، وكان الأعشى يسكن نشدا فأنشد قصيدة، أنشد أبياتا شعرية يمدح فيها النبي ويقول في مطلعها: ألم ترتمض عيناك ليلة أرمدا وبت كما بات الحبيب مزهدا، ألا أي هذا السائلي أين يممك فإن لها في أهل يثرب موعدا. وانطلق الأعشى بدابته يريد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وعلمت قريش أن الأعشى لو أسلم ستكون القاضية لهم. هنا وقف أبو سفيان على باب المدينة وقال: إلى أين يا أعشى؟ قال: أريد محمدا لأدخل في دينه. قال أبو سفيان: يا أعشى، إن محمدا ينادي بتحريم الخمر. قال: نعم ما فعل، إنها تذهب العقل. لم ينجح هذا السلاح مع الأعشى. قال أبو سفيان: يا أعشى، إن محمدا ينادي بتحريم الزنا. قال: أنا شيخ عجوز ما لي بالنساء من حاجة. هنا لم يفلح هذا السلاح مع الأعشى، فقال أبو سفيان: يا أعشى، نجمع لك 100 ناقة، خذها وعد إلى نجد ولا تقاتل محمدا. المال سلاح خاف النبي عليه من الأمة. ففي الحديث الذي رواه الترمذي وصححه الإمام الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال. حك الأعشى في رأسه وقال: خلي بالك بينه وبين النبي خطوات، لكنه أساء الأدب. قال: أما المال فنعم. الناقة كان الواحد يتزوج بها، جمع النياق وانطلق من على باب المدينة يريد بلدته نشدا سعيدا، وظن أنه حصل على المال، وما أن وصل إلى نجد إلا وقع من على دابته ميتا، فلا هو تمتع بالنياق ولا هو دخل في دين النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد قسم العلماء الأدب مع النبي إلى 3 أقسام: أدب قلبي، وأدب قولي، وأدب عملي. أدب قلبي وأدب قولي وأدب عملي. أما الأدب القلبي يتمثل في الإيمان به، أن تؤمن بالنبي، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. من الأدب القلبي محبة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تدعي المحبة كلاما، بل يكون حبك للنبي أفضل من حبك لولدك، وأفضل من حبك لنفسك، وأفضل من حبك لزوجك، وأفضل من حبك لمالك. لكن الواقع أننا نتشدق بحب النبي كلاما، والمحب لا بد له من دليل، لكن أصحاب النبي قدموا الدليل العملي لحب النبي صلى الله عليه وسلم. فها هو مسيلمة الكذاب ادعى النبوة وكتب إلى النبي خطابا، والنبي في مرض الموت يقول له: من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله. أما بعد فإن الله أشركني معك في الأمر، فلك نصف الكون ولي نصفه، ولكن قريشا قوم يعتدون. فكتب النبي إليه خطاب عنيف اللهجة من محمد النبي إلى مسيلمة الكذاب: أما بعد فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. واختار النبي شاب عنده 20 سنة ليبلغ الخطاب إلى مسيلمة الكذاب في اليمن. وذهب شاب اسمه حبيب بن زيد. ذهب حبيب بن زيد
الباب أراد مسيلمة أن يجعله عبرة، فقال أدخلوه علي في قيودي، ثم قال له ماذا تقول في محمد؟ قال إنه رسول الله. وماذا تقول في؟ قال أشهد أنك كذاب. فقطع قطعة من جسده، قطع يده، ثم عاد السؤال فقطع ذراعه، ثم عاد السؤال، وهكذا وهكذا حتى أصبحت أشلاء حبيب بن زيد نصف جسده أشلاء موثقة، والنصف الثاني ينطق بلا إله إلا الله. حتى قال له وهو في اليمن أبلغ رسول الله عني السلام. وقتل حبيب بن زيد لم يتزوج، لم يؤسس بيت، لم يقل المستقبل حيضيع مني، ليس لي بيت، لكنه يحب النبي من قلبه. فوصل النبأ إلى أمه من نسيبة بنت كعب التي قالت لمثل هذا الموقف أعددته وعند الله احتسبته، لقد وفى للنبي كبيرا وبايع النبي وهو صغيرا، والله لئن أمكنني الله من مسيلمة لأجعلن بناته يرجون الخلود عليه. وجاءت معركة اليمامة، قالت دلوني على مسيلمة لا نجوت إن نجا. فلما وجد قتيلا قالت الحمد لله أسعد قلبي بوفاة عدو الله الذي ادعى النبوة في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومن الأدب القلبي وشيء يحزن الله أن نثق في كلام النبي. هل نحن نثق في كلام النبي؟ الواقع يكذب. الكفرة يثقون في كلام النبي. هل تثق أن الله رزاق؟ أما سمعت قول النبي وهو يقول في الحديث الذي رواه أبو نعيم في الحلية وحسنه الألباني من حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. هل أنت تثق بكلام النبي؟ لو وثقت بكلام النبي لما كان بيننا حقد ولا حسد. ورحم الله ابن القيم حينما قال يا ابن آدم، كلام ابن القيم كلام قيم يسمع بأدب. يقول ابن القيم يا ابن آدم اعلم أن أجل الإنسان ورزقه متلازمان، فإذا كان الأجل واقيا كان رزق الإنسان آتيا، فإذا أطلق الله عنك بابا بحكمته فتح لك أبوابا برحمته. فتأمل حال الجميل يأتيه الجزاء عن طريق الدم، فإذا ولد أغلق الله هذا الباب وفتح الله بابين ثدي أمه، فإذا بلغ الفطام أغلق الله البابين ثدي أمه ففتح له 4 أبواب، طعامان وشرابان. أما الطعام النباتي والحيواني، وأما الشرابان فهما اللبن والماء. فإذا مات العبد أغلق الله 4 أبواب وفتح له أبواب الجنة 8. الله حليم